حسين يا حسين 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 يا حسين. اللي عنده حاجة في هذا اليوم يطلبها من الحسين. اي والله انا خادمكم خادم الحسين سيد حسين البخاتي. بال2006 تمرضت ومرض سرطان بالدم واجاني الحسين وطيبني. عزة الأطباء عني، اي والله أقسم بالحسين ومنبر الحسين، عزة الأطباء عني. والدكتور قال 4 أيام ويموت، 4 أيام ويموت. إذا عنده جهال حبيبي وياي بالك فدوه، إذا عنده جهال أو والده خل تجي تشوفه. دخلاني وياه عرته الدكتور وقفل الباب عليه. قال لي سيد تدري ايش فيك انت؟ قال عندك مرض سرطان بالدم. بعد فتحت الباب انا وشردت بالشارع، ورضوا وراي والدتي واخواني جابوني ورجعوني للمستشفى. قال لهم انا ما اقدر انطي علاج، توقعون على مسؤوليتكم اذا رجعتوه وانطي علاج. فوقع اخوي سيد رحيم البخاتي، وقع على مسؤوليته وانطانا علاج الكيميائي دكتور جواد العلي بالبصره مستشفى التعليمي. فاجاني اخوي ساعداني برتها قال انت علاقتك بالمنبر وانت خادم المنبر، اذا انت خادم الحسين الحسين ما يوقف لك، مو حبيبك انت تقول؟ قلت له انا حبيب الحسين، بس اذا حبيبي اطلعوا من يمي، اريد ابقى لوحدي. قلت له يا ابا عبد الله الحسين انا خادمك وخدمتك بايام النظام واقرا على الفطره، اذا قصيده قريتها لامك الزهراء ما تجازيني ما كفانا هذا الحكي. قلت له يا أبا عبد الله الحسين كلهم أعزاء عليك بواقعة الطف، ما حلفك بخدر زينب ولا حلفك بكفي أبا الفضل العباس وما حلفك بعبد الله الرضيع ولا بالقاسم. بيش أحلفك يا أبا عبد الله؟ أحلفك بعطش علي الأكبر. طيبني يا أبا عبد الله. بهذه اللحظات وانغمى علي واجانا امير المؤمنين قال لي ندبتنا واجيناك. واجا ابا عبد الله دق على كتفي قال سيد شلون تندبني بعلي الاكبر؟ تدري بي عزيز علي. دخلوني بغرفه مال طين، غرفه بناء طين وسرير حديث ومقاصة حديثة. أجروا لي العملية من يوم صدري، بس الألم حقيقة، يعني الألم حقيقة أنا واعي. أجروا العملية لي ودق على صدري أمير المؤمنين وفزيت. من فزيت عنده ألم والألم ما راح، نزلوني للطوارئ أتقيأ دم. ساعة ونص ارتاحيت. قلت لهم أنا جوعان جيبوا لي أكل. جابوا لي أكل وأكلت وانغمى علي نمت، بس نوم مفاجئ. وإجاني نداء سيد سوي تحليل. بس أنا أنوه لكم أنا عندي نسبة الدم 3 والنخاع 5. النخاع 5000، هو النخاع الطبيعي 500,000.
عادوني ثاني يوم اجبرتهم خذوني سووا لي تحليل عز زهير البرزنشي. لقى الدم عندي، اسمعني، كان عندي 3، لقى عندي الدم 12 والنخاع 450. خل يسمع جميع العالم الحسين هذا وفضائله. اجيت جبت التحليل واجيت الدكتور جواد العلي قلت له هذا لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. قال هذا مو تحليله، هذا مو تحليل حسين جاسم فياض، مو تحليله. سووا لي تحليل، اعاد لي التحليل بالمستشفى، لقى عند الدم 13.5 والنخاع 500,000. إن جاني الحسين وطاني أبيات من الشعر: أنا حسين، أنا حسين يا عباس عند عتايب يا مولاي، أنا حسين يا عباس عند عتاب، مريض أنا وطبيب أنت يا بن داحل باب، مولاي شد قول منت عنا لبابك واشبق يا عباس عتاب. اي والله من لسان الحسين هذا. متعني، اسمعني، متعني بقلب ملهوف واتحسر واريد ان طلبتي منك يا بن حيدر يا مولاي يا ابا عبد الله. مرض كبير وانت الطيبه تقدر جيتك انا ومتعني لك قدامك اقعد واشكي لك. شقل لك يا مولاي؟ والله يقولون زينب طببوها وحرقوا قلبها براس اخوها. زينب استقبلوا سماحة السيد جاسم الطرجاوي.